سامعين؟ سامعين دي؟ شايفين العظمه؟ هي الكوبيبه المفروض تبقى رقيقه مقرمشه من بره بطراوه كده لجوه ومحشيه. بصوا مفيهاش غلطه، والله ما فيها غلطه. مساء الخير عليكم. لان انا بعمل دلوقتي في وقت متاخر اساسا. يلا بقى هنطلع قماش. المكنه دي عايزينها تطلع قماش، بس هتعمل كل حاجه. النهارده ان شاء الله هجرب فيها الكوبيبه وهجربها معاكم وهوريكم كده بس حاجه سريعه. الكوبيبه بتتعمل، طبعا احنا السوريين موجودين هنا وبقوا محلات كتيره جدا، فبقت الكوبيبه هي اكله شاميه. فالكوبيبه بتتعمل ببرغل دلوقتي سوري، البرغل اللي هو السوري اللي هو الناعم خالص او بيسموه تركي. فده برغل انا هوريه لكم كده من ورا. ده برغل بيتجاب كده بتاع المحلات السوريه، موجود عندهم طبعا برغل تركي ناعم اصفر ناعم تماما. في فرق بقى عن البرغل المصري بتاعنا اللي احنا متعودين عليه واللي امي كانت بتعمل بيه. ده البرغل المصري، كانت بتقف على الحوض يجي نص ساعه بس تغسل البرغل. البرغل المصري بتاعنا بيتنقع وبيتغسل، وتنقعيه في اخر ربع ساعه بميه دافيه كده علشان هو بيبقى فيه رمل وزلط. هي فكره بس زي الرز المتنقي والرز بتاع الفلاحين اللي هو بتاع البلد او الاكياس اللي احنا بقينا بنعملها. فانا دلوقتي هجرب معاكم البرغل السوري وهوريكم دلوقتي بيتغسل ازاي، لان ده ما بيقعدش في الغسيل وفي الميه كتير قوي. ونعمل كوبيبه ونفرم لحمه واحط البصل واجرب من الالف للياء معاكم تصويرها كامل. يلا بينا. بصوا بقى هنعمل الكوبيبه ازاي. الكوبيبه الكيلو برغل هو ده المقدار اللي احنا انا عرفته وطلعت عارفاه. كيلو برغل بتحط عليه في العجينه، بتحط عليه نص كيلو لحمه. تمام؟ يعني العجينه اللي هي بتبقى الغلاف اللي بره بتاع البرغل، كيلو برغل عليه نص لحمه. في ناس بتحب تزود بقى اللحمه كيلو الا ربع، تحط كيلو الكيلو، دي حاجه شخصيه ترجع لك، بس المقدار المظبوط بتاعها كيلو عليه نص. وبنعمل التعصيجه بتاعته اللي هنحشيها بره، كيلو الا ربع لحمه بقى للتعصيجه لو انت هتزوديها، او نص كيلو برضو بالوقت اللي احنا فيه التوفير. برضو دي كانت طريقه امي، بتحط نص كيلو في التعصيجه ونص كيلو في العجينه. كيلو البرغل هو ده مقداره. فانا دلوقتي هعمل معاكم نفس المقدار اللي انا بعمل بيه، اللي هو الكيلو عليه كيلو، نص في التعصيجه ونص في العجينه. وهحط له قد ايه بصل. اول حاجه هعملها معاكم دلوقتي عشان نشوف المفرمه هتفرم اللحمه ازاي. انا هنا طبعا ركبت وكنت في فيديو على القناه طريقه تركيبها كله، تبقوا ارجعوا له. اللحمه اللي فيها برضو هجرب فيها، بصوا فيها ملبس كده شويه، وهنا هحط وافرمه، وده للتعصيجه. ومقطعاها حتت صغيره خالص اهي عشان تنزل من المكنه، عشان الفتحه بتاعت المكنه دي صغيره، فهحط كده بحيث ان هي تاخد معايا الفرم. بصوا المفرمه ما شاء الله الله اكبر بجد. انا كنت خايفه من موضوع السمين او الدهن، ولكن انا ساعات بتبقى انت عايزه حاجات سمينه، لو هتعملي حواوشي هتعملي تعصيجه هتعملي حاجات، او لو عندك اللحمه اصلا كده وعايزاها تفرميها. كنت خايفه منها، بس ما شاء الله هي زي الفل وسريعه واشتغلت بسرعه. اهم حاجه تقطعيها حتت صغيره وتكون مجمده شويه، ما تبقاش سايحه عشان ما تبقاش ميه. فرمت كل اللحمه دي، هخليها للتعصيجه. تمام؟ هحطها بقى على التعصيجه على طول على النار، وبعدين هنشوف بالتدريب كده هنعمل ايه. بصوا انا ما كملتش لاخرها في الفرمه خالص. بصوا الحتت اللي هي كانت واقفه فيها على السكينه اهي، دي اللي هي اللي خلاص ما اتفرمتش، وقفت على على المروحه بتاعتها ولا السكينه بتاعتها. شايفين؟ انا بقى فتحت كده عشان اشوف. المفروض ان انا كنت اكمل لسه تاني، بس انا عايزه احط دلوقتي بصل الاول عشان اكمل التعصيجه وبعدين اكمل بقيه اللحمه. بصوا انا قلت هجربها من الالف للياء في الطبخ كله مره واحده. فانا دلوقتي المفروض ان هي بتعمل بصل او بتعمل خضار بحلقات، ده الحلقه الصغيره اللي هي عامله زي المبشره. تمام؟ هحطها هنا اهو، واحنا مركبينها قبل كده والفيديو على القناه. دي في المبشره الناعمه خالص، فانا هوريكم دلوقتي. هي مش هتنزل الا لما يكونوا كميه كبيره جدا، يعني هي متحوشه. بصوا انا هفتحها معاكم وهتشوفوها كده خلاص، وهبتدي انزلها اهو بالمعلقه. بصوا البصله هنا ايه كده، بشره البشره الناعمه قوي. عايزاها اتخن من كده هتحطي الاتخن، عايزاها شرايح هتحطي الشرايح. انا كنت بس عايزه اوريكم الفرق ما بين الاتنين بتبشر ازاي، وانت اكيد هتجربي بقى كل حاجه. مهم ان هي خلاط وكبه ومفرمه في كل حاجه هتبقى مع بعض في البيت، هي واحده. هحط البصل وهحط شويه الزيت
بسيط قوي قوي عشان اللحمه فيها اصلا دهون. يا دوبك تصفري البصله بقى تعصيجه اللحمه عادي بتاعتك يعني. هنعصج اللحمه وهحط النص كيلو اللحمه اللي انا فرماه ده واللي هو كان فيه شويه ملبس. تمام. دي التعصيجه هنسيبها على النار ونكمل بقيه الكوبيبه. دلوقتي هنحضر عجينه الكوبيبه اللي انا قلت عليها. ده بقى نص كيلو بس لحمه ومن وش او من السمانه، وتجيبيها بقى وش الفخده او كده، المهم تكون حمراء خالص. لو هاخدها وش الاول لوحدها لحمه مفرومه، وبعد كده هنحط بالتدريج الحاجه التانيه. بصوا بقى احنا هنشمر كده عشان هوريكم دلوقتي. ده البرغل اللي انا قلت عليه. بصوا شكله، تحسوا ان هو عامل زي دقيق السميد كده، ناعم قوي قوي قوي. هفتح الميه بقى وهوريكم غسيله بسرعه، وهو مش بياخد الا غسلتين تقلبتين كده، وهسيبه لان هو هينفش. هي بس فكره ان هو يبقى الرمل او لو في اي حاجه فيه بتنزل بسرعه. شايفين شكله كده؟ وبتهزيه كده بحيث ان هو لو في اي حاجه اي شوائب بتبقى عليه وبتنزل. طيب هبتدي ان انا اصفيه بسرعه. طبعا مختلف خالص عن المصري. هوريكي برضو المصري بيتعمل ازاي. بصوا هو شرب الميه وهو هيتضاعف وهيزيد فهيكون ناعم. انا اول حاجه عملتها اهو هغسله كده واركنه علشان اصفيه من الميه تماما. ولو عندك مصفى انعم من كده هبتدي ان انا اصفي بيها. فانا هجيب المصفى دي برضو، قلت اهي دي انعم، هحط فيها كل البرغل بحيث ان هي يتصفى. هنبتدي نفرم البرغل. بصوا بس البرغل عايزه اوريكم شكله. بص انا فضيته لما كان في المصفى الصغيره ما كانش باين. بصوا هو بيزيد ازاي، هو شبيه الكسكسي خالص لما بتجيبيه وتدليه. هو ده كده وهو ناشف تماما، حتى ممكن نحتاج له الحاجه فيه. البهارات بتاعتي ملح فلفل حبهان رشه بابريكا، بهارات لحمه رشه قرفه. تمام. طبعا دي البهارات اللي انا بحبها فيها، انت بقى حسب ما انت هتحطي. بصلايه واحده بس محطوطه فيه خلاص، مقطعاها برده رفيع كده بحيث ان انا لما تتفرم تبقى صغيره في المفرمه. الوش الاولاني للبرغل مع التوابل بتاعته مع البصل، وزي ما قلت هتحطي فيها حبه حبه لان هو بصي بيبقى ناشف، ملمسه بيبقى ناشف ما فيهوش ميه واحنا منشفينه تماما. وهتحطي حبه حبه على قد دول عشان ما يعجنش معاكي جوه دي من فوق. فلو حطيتي حبه حبه معاهم يعني زي ما انا كنت بحط كده بالكوبايه، هو مشي معايا زي الفل ما بقاش فيه اي حاجه. وما بين واحده وواحده اروح راميه فص بصلايه، واحده واحده اروح راميه فص بصلايه. فاتعملت كلها اهي. وخلصت اول وش على الوش الناعم على الوش الوسط. بعد كده بقى المفروض هاخده وش كمان. ده انا كده خدتها وشين. بصوا الفرق ما بين الوشين. هي كل ما بتيجي تعمليها هتحسي ان انت البرغل خلاص هو ناعم. المفروض ان احنا هنا في ناس بتكتفي بوشين بس وتروح واخده اللحمه دي دعكاها بقى كويس جدا تفضلي تدعكي بيها واكتفي بوشين بس برغل خلاص. انا بقى هحط البرغل مع اللحمه الوش الثالث عشان اولا يتخلطوا مع بعض وتبقى اللحمه اندمجت كلها. وهبتدي احط حته حته وحته ما بينهم لحمه خلاص، وبعدين تدعك بقى في الاخر وهي خلاص هتبتدي تشتغلي بيها. بس ده الوش اهو اللي انا قلت عليه الثالث مع اللحمه. بصوا الفرق ما بين التاني اهو. انا حاطه اللحمه دعكاها بس لسه ما اتعملتش. بصوا الفرق ما بين العجينه دي ايه ده ايه ده ما بين العجينه دي خلاص. دي اهي اللي اتفرمت فيها اللحمه. وبعدين هيدعكها بقى دعكه كويسه جدا مع بعض، ويعني هدعكها كويس قوي فيها. وبعدين يعني خلاص تكون كده جاهزه للتشغيل ان انت تصبعيها او تعمليها بالشكل اللي انت عايزاه. ممكن طبعا الناس لو مش قادره تدعك فيها قوي تحطي الوش الواسع قوي وتدمجيهم مع بعض، بس هي مش محتاجه. وبعدين بقى هنبتدي ننزل نعجنها ببعض كده، وعشان فيها كده بحيث ان انت تقلبي العجينه كلها وتخليها داخله في بعضها. نصيحه، البرغل السوري لما عملته، لان انا عارفه المصري وده، البرغل السوري لما تعمليه ما تخلوش ينشف قوي لاخر درجه، لان نشفانه قوي مع فرم في البرغل لا هتحسي ان انت الحاجه ناشفه. لازم يكون فيه ليونه بسيطه قوي. بصوا بقى احنا دلوقتي جينا في مرحله الخطوه اللي المفروض المفرمه هتعملها. خلاص انا زي ما انا وريتكم الاول ان انا عجنتها ودعكتها ببعضها. اهم حاجه وانتي بتشتغلي لازم تضغطي العجينه عشان ما تنشفش. انا فردت عليها كيس كده وهي جمعتها قسمتها 2
وخلاص هي كده العجينه جاهزه للتشكيل اللي انت هتشكليه. البرغل السوري بيبقى ماسك شويه ولكن هو حلو يعني، غير المصري. المصري هتلاقي ساعات فيه حبيبات لو ما تنقعش قوي 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 واتفرم حلو، وممكن يعمل لك حبيبات تحس ان هي بتقرش تحت سنانك. فالسوري ده ظريف في كده. هوريكم بقى الاول دلوقتي. انا حطيتها في الكبه تاني في المفرمه تاني، وهحط منها هنا. هبتدي اخد بقى حته من العجين. طبعا انا مركبه دوت، ارجعي للفيديو اللي موجود في وصف التركيب المفرمه كلها. ببلها كده بايدي اكني انا بصبحها على ايديا يعني. دي للناس اللي ما بتعرفش تعمل الكوبيبه اصلا، او في ناس بتحطها صينيه، فدي ظريفه. بصوا هتنزلها لنا ازاي المكنه، هي يا دوبك هتنزلها لي حاجه اسطوانيه. فهبتدي بقى انا علشان مش هعمل واحده واحده واستنى المكنه، فانا هاخدها كلها بالشكل ده كده، وهاخد بالسكينه واروح قطعه كده تمام، وهسيبها وهكمل هكذا. طيب انا بس وريتك ان هي هتطلعها ازاي من هنا، وليه قطعتها بالشكل ده. لان انت المفترض ان انت مثلا قدامك الكميه بتاعت العجينه دي، فمش هتعملي واحده واحده وتقعدي تلفيها وتقفليها وتحشيها العصاج. فانت هتعملي مجموعه حبه كده وتقطعيهم وتسيبيها قدامك وتغطيهم. وبعدين هنيجي بقى اوريكي هنا بتتعمل ازاي. بص هي بتنزلها لك على شكل اسطوانايه. خلاص، للناس اللي ما بتعرفش، هي ميزه ان هي هتبقى كلها سمك واحد، يعني من اولها لاخرها هي سمك واحد. طيب في ناس بقى هتقفلها ازاي؟ احنا لازم نستخدم الميه. في ناس بتستخدم نشا، انا ما بستخدمش نشا، هي بتبقى طالعه مقرمشه اصلا. بصوا هي ايديكي كده هتعملي بس كده ان هي قافله بايديكي من هنا، هتقفليها بالشكل ده. وابتدي ان انا اعملها على ايديا من هنا كده اهي، بالراحه خالص، ان هي تقفل شكل بس فيونكه، تلحمي العجين كده ببعضه. ده انا بوريكي يعني فكره في الاسطوانيه اللي نزلت دي. فانا كده عملت البوز الاساسي تمام. هاجي عند العصاج اللي احنا عاملينه واروح واخداها حاطه في العصاج. انا بحب احط بمعلقه شاي عشان ابقى عارفه المقدار اللي انا بحطه كل مره في كل واحده تمام. انا كده حشيتها العصاج اللي انا عايزاه، اللحمه اللي احنا عملناها. وهاجي بالميه هنا، هي دي التك، خلي بالكم بس. الكوبايه كلها هي تكتها في لفتها. شايفين صباعي فين؟ وصباعي ده هو اللي بيتحرك كده، ده كده اهو. فانا هبتدي ان انا اعملها اهي، هلم كده وارفع لفوق. هي خلاص بقى هو عاملها لك نص الشغل. انا بقى هوريكي ان هي بتتعمل، ممكن تعمليها اللي هي شكل البوز من هنا وبوز من هنا، بتبقى فيونكه كده. دي بتتعمل، وفي مهرجه بتتعمل كتير بيعملوها بالشكل ده. هي مش هتطلع شكل البيضاوي اللي هي بتاعنا، بس ابتدت ان انت عملتي كوبيبه وعملتيها بالشكل كلها سمك واحد، وهتبقى في تسويه واحده. انا هوريكي طبعا اهو. ده انت بقى هتبتدي تقسميهم وتخليها قدامك، بس اهم حاجه تغطيها العجين. انا دلوقتي هوريكي العجينه اللي انا متعوده عليها يعني. باخد حته عجينه كده في ايديا خلاص. وطبعا دي بقى الفرق ما بين ان هي بتنزل من المكنه او كده، ان انت بتحاولي تظبطي ايديكي. هي بتبقى شكل كوره كده خلاص. وايديا اهو ببلها هنا، صباعي ده هي بعد ما لفتها كده كوره في ايدي، باجي هنا واعمل كده شكل بيضاوي. وايديا دي او كف ايدي هو اللي بياخد شكل الكوبايه تمام. وبعدين ابتدي بقى اعملها كده. هو بصوا هو بالاحساس يعني، مش عارفه اوصفها لكم ازاي، بس هي بالاحساس. ولو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا لازم تنزلي تكتبي لي تحت الله يرحمها امي، تترحمي على اموات المسلمين، لان هي بجد بجد هو ده اللي انا اخدته منها. فمش طالبه منك اي حاجه غير ان انت تذكري امواتنا المسلمين كلهم وتقولي الله يرحمهم والله يرحمها، لانها كانت حقيقي بتتعب في حاجات كتيره جدا. بصوا هي الشكل بتاعها بقى كده. وهبتدي ان انا احط فيها اللحمه وبايديا اهو. مقدار اللحمه زي ما قلت لك انا بحط بمعلقه واحده عشان يبقى المقدار جوه انت حاشيها حلو. في ناس بتحشيها على فكره مكسرات، يعني في الرفاهيه زياده شويه هنعمل مكسرات، بس احنا الحمد لله احنا بنحط اللحمه خلاص. والمقدار ده زي الفل. بصوا هبتدي بقى اقفلها ازاي. بصوا ايديا فين، صباعي ده هو اللي بيحرك اهو، هي عشان جاي معايا عصاج اهي. وهبتدي كده بالراحه خالص على الوش، هي في بطن ايدي دي وهي اللي بتلف كده. بصوا
خلاص هي كده اتقفلت وبقت زي الفل. ودي طبعا شكل بقى ايه البضايه. انا هو اللي انا عاملاهم دول بايديا، كل ده انا عاملاه بايديا. دي بتاعه المكنه اللي طلعتها لي المكنه، بص مطلعه حجمها عامل ازاي. فانا حاولت بقى ان انا اشكل بيها الشكل اللي انا اقدر اوصله لك. تقدري تعمليها فيونكه، تقدري تعمليها كده، هتطلع بحجم صغير وجميله جدا. ودي تقدري تشيليها بقى في الفريزر، وكل ما بتقعد في الفريزر على فكره بتبقى طعمها احلى واحلى واحلى. المكنه زي الفل برضو وحلوه وانجزت واسعفت معايا حاجات كتيره. وللبنات او للناس اللي لسه ما بتعرفش تعمل الكوبيبه دي هتبقى ليها سهله. اللفه الاسطوانه دي سهله، وتشكليها تقفليها من الناحيتين بس يا دوبك هتبقى زي الفل. ايه تاني عايزه اقوله؟ تقريبا انا كل حاجه قلتها على المكنه. ومش طبعا يعني ما اعتقدش ان البنات اللي بتتجوز جديد هي اللي هتبقى محتاجه تجيب المكنه دي. اللي هتجيب المكنه دي الام بقى، تجيبها لها هديه في البيت، لان هي اللي هتعمل لك الاكل وتيجي، لان انت مش هتقفي تفرمي وتقطعي وتعملي كوبيبه. دي ملحوظه والله ما فيها غلطه. بصوا بقى الصغننه الفيونكه، شايفين قلبها من جوه ازاي؟ هو ده اللي انا بقول عليه. دي برضو الاسطوانيه اهي، دي بتاعت المكنه. بصوا هشه، بصوا، واللحمه طبعا مليانه وزي الفل. ما تنسينيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه اللي بتشوفيني اول مره. وكده وصفي كله للكوبيبه مع مفرمه بوش. اتمنى الفيديو يعجبك. انا عارفه ان هيكون طويل بس هو تفاصيله، وكنت عايزه اوريكي مفرمه بوش عملت معايا ايه. هي حلوه ولا لا؟ هي حلوه، بس خلي بالك البرغل ما يبقاش ناشف قوي او هتلينيه شويه بالميه. شكرا، واشوفكم فيديوهات تانية على خير.